السلام عليكم متتبعين ديالي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة عالم جميلة السوسية. اليوم جبت لكم تشكيلة من المملحات. يعني غادي نحضر معكم عجينة وحدة، وغادي نحضر منها يعني 4 ديال الأشكال من المملحات بنكهات مختلفة. يعني كيجيو ساهلين وغزالين في المنظر، وكيجيو رائعين في المذاق. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وكيف القاعدة ما تنساوش لي لايك ديالكم وتعليقكم محفزة، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا. ودابا ان شاء الله غادي نمروا باش نحضر معكم هاد المملحات هادي، وغادي نقدم معكم المقادير اللي غادي نحتاجو. هنا ان شاء الله غنحتاج نص ربعه ديال الزبده ولا 125 غرام، واحد 3 فرماجات مثلثين، يعني اختياري ممكن تستعملوا الفرماج مربع. هنا عندي واحد كاس الا ربع ديال الزيت. غادي نمزج الكل مع بعض، غادي نخدمهم مزيان حتى نحصل على واحد الكريمه بحال واحد الكريمه هكا. ومن بعد غادي نزيد عليهم كذلك كاس الا ربع ديال الماء، ماء عادي من الروبيني. وغادي نزيد كذلك كاس ديال الحليب، وصافي غادي نخلط كل شيء مع بعض. هنا بالنسبه لهاد العجينه غادي نسمها بالزعتر، عندي معلقه كبيره ديال الزعتر. وغادي نسمها كذلك بواحد معلقه كبيره ديال المطارد، وواحد طرس ديال الثومه محكوك. عندي واحد راس معلقه ديال الملح، وواحد كنور ديال البكري هذا اختياري، وراس معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. هنا بالنسبه للثومه انا ما عنديش يعني الثوم بودر، واستعملت هنا واحد الضرس محكوك. ممكن اللي عنده البودر ديال الثوم يستعمل واحد نص معلقه. هنا غادي نضيف الدقيق، يعني عندي هنا كيلو ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نستعملو كامل. تقريبا غادي نستعمل 900 غرام ديال الطحين بالنسبه لهاد المقادير هادي. ودائما كنقولوا يعني الطحين على حسب الخليط، على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا كتشوفوا الكثافه ديال العجينه كيفاش كتجي، يعني ما كتجيش رطبه بزاف وما كتجيش عاود قاصحه بزاف. صافي هنا غادي نقسمها لربعه ديال الكويرات، كل كره غادي نقسمها بنكهه مختلفه. هنا بالنسبه للكره الاولى غادي ندير لها واحد معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى على حسب الذوق كذلك. وعندي هنا غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال البابريكا ولا الفلفل الاحمر او التحميره، وغادي نخلط مزيان. نتوما كتلاحظوا اللون اللي كنتحصلوا عليه والنكهه ديال الهريسه كذلك. بالنسبه للكره الثانيه فانا غادي ندير لها الخرقوم البلدي وغادي نخلطها معاه. بالنسبه للكره الثالثه غادي ندير فرماج احمر محكوك، تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الفرماج محكوك. بالنسبه للكره الرابعه فانا غادي نخليها، غادي نكهها بالزيتون اسود. كيف ما كتلاحظوا فشديت ديك الكره سرحتها، يعني كتكون السمك ديالها رقيق شويه. بالنسبه لهذا الزيتون الاسود، يعني درت الزيتون الاسود حيدت ليه العظم، وطحنته مع شويه ديال الزيت البلديه مع واحد الفرماجه، وطحنتهم مزيان في الطحانه باش تعطينا ديك العجينه ديال الزيتون. وصافي تندير كيف ما كيبان لكم هنا، يعني الطريقه ديال العمل. صافي كندير من هذوك حريبلات كنديرهم في المجمد حتى كيقصحوا باش تسهل لينا باش نقطعوهم. وتنقطعوهم على هذه الطريقه هذه، وكنستفوهم في واحد اللاطه وكندخلوهم الفران باش كيطيبوا. الفران راه سخنته من قبل، وكنديروهم على عافيه مهيله حتى كيطيبوا وكيتحمروا وكيتقرمشوا. بالنسبه للشكل اللي نكهناه بالهريسه فانا تنقطعو على هذا الشكل هذا، مستطيلات صغار. يعني من بعد ما كنسرح العجينه سرحتها فوق الورق ديال الطهي باش تسهل لينا باش نديروها في اللاطه.
وصافي تنقرصها من الوسط كيف ما كيبان لكم باش تعطينا داك الشكل ديال الفراشه ولا بابيون. وكندهن ليها الوسط بالبياض ديال البيض، وكندردر شويه ديال الزنجنان اولا السانوج اولا البافون اللي عندكم. بالنسبه للشكل الثالث اللي نكهت بالفرماج الاحمر، فانا تنقطعو على شكل مثلثات كيف ما تيبان لكم، وغادي ندهنو بالبياض ديال البيض كذلك، وغادي ندردر عليه واحد التخليطه اللي غادي نديرها متكونه من الزنجلان والزعتر والملح. يعني هذه كتجي رائعه، واحد المذاق ما نقولش لكم، عرفتي واحد المذاق رائع جدا. صافي كندردلو عليه بهذا الشكل هذا كيف ما تيبان لكم، وراه كتهز بسهوله اللاطه كيف ما كيبان لكم هنا. بالنسبه للشكل الاخير اللي نسمت بالخرقوم البلدي، فانا تنقطعو على شرائح طوال كيف ما تيبان لكم حتى هو في الصوره، ومن بعد كنديرو على شكل اصابع ولا مستطيلات هكا طوال شويه. وهنا كنجيب فرماج محكوك، فرماج احمر محكوك، وتندردر عليه من الفوق، وكندخلوهم للفران كيطيبوا. وصافي كيف ما قلت لكم كيتهزوا بسهوله اللاطه. بالنسبه للشياطه اللي كتشيط لينا هنا غادي نحرب لها انا. هي مناش غادي ندير دوك الفقيقسات الصغار، كنحرب لهم وكندخلهم الفران غير كيطيبوا نص طيبه، غير كيتشمعوا ليا باش يكون تسهل عليا باش نقطعهم كيف ما تيبان لكم. صافي غادي نقطعهم وغادي ندخلهم الفران كذلك حتى هما كيطيبوا وكيتحمروا. وصافي هذه هي التشكيله ديالنا ديال المملحات، كيجيو رائعين في المذاق، عرفتي نكهات غزاله جدا. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنسونيش كيف ما قلت لكم ملي لايك ديالكم وتعليقكم محفزه. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه.